برهامي من الفيوم: التغيير الحقيقي ليس بالوصول للحكم ولكن باتباع مناهج النبوة. حافظنا على الجانب العقدي في الدستور ويبقى الجانب العملي. الشيخ عادل نصر: برهامي ليس خائنا ولا عميلا لأمن الدولة. تعليق حضرتك على هذا الكلام؟ أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذة أمل في نهاية لقائنا إن عشان الإسلاميين يمارسوا السياسة من أجل السياسة، لا ممارسة سياسة على أساس ديني. وكنت أتمنى أن يكون هناك فقرة واضحة في الدستور المصري بتنص على هذا. اللي يرفع شعار ديني يتم حل الحزب فورا، لأن احنا مش عايزين ان احنا نعيش بقى في مشاكل أكتر من كده، واحنا شفنا ده. السياسة للسياسيين، الدين في المنابر وفي المساجد وفي غيره. نفصل بين الدين والسياسة، ده مهم جدا في المرحلة القادمة الحقيقة. الفصل بين الدين والسياسة، بالجملة دي هختم مع حضرتك الفقرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد عفيفي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام وفقرة أخرى جديدة في يوم جديد مع عبير عبد الله.